ايه الجوازات المربربه دي يا اخي؟ منك ما خطب البيت قال قلنا لغايه الحنه النهارده، يقولوا هنودي البيت الكوافير العربيه لغايه دلك ما جاتش، وامبارح لتلته برضه. حدوي يا ربنا يتمم بخير يا ولد عمي. واللي يشوف وشك يشوف خير. ليه بس كده؟ ليه ما العروسه لسه ما راحت الكوافير لضلك؟ ما انت اللي جبت لي الناس الملتلته دي. هي بس اللي حصل يا ابوي. يا ابوي امبارح العيطه كانت قايمه وقاعده، ما كنتش سمعتش ياك؟ ايوه سامع زعيق. قريت قال عايز يوديها لي استديو يصورها في استديو، قال صورتين. ها؟ ثم عايزه عشان يطلع البيت وحشه. ثم عايزه تصور وين يا حدوي؟ لا بيقولوا في شيسن وبيشن. لا غصبت عليه امبارح، خليته باع الجاموسه بتاعتهم ووداها فندق عمل لها سيشن صور زي اللي بيصوروها قبل الفرح دي، ليه انا بنتي قليله. ابوي بس مش قليله، لكن هو ظروفه على كده. ده باع بقره والده عشان يدفع لك المهر، وكانت حيطه لغير الجاموسه. لا معاهم شبه تاني، معاهم عجله صغيره. طب يعني يبيع البهايم كلها عشان خاطر بنتك؟ ما الواحد ماشي الواحد على قد ظروفه يا حدوي، مش كده؟ ايش رايك يا عروسه نخليك احسن من اللامبورجيني بتاعت عمر كمال دي اللي اتباهى بيها؟ هنخليك احسن مني انا. يا غاليه. يا عامل يا سمير، الحمد لله على السلامة. بارك الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يخليك يا عامل. امال متى جيت؟ ليه 3 شهور. 3 شهور؟ ايوه 3 شهور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. امال ايه ربطة الخص الوقفة دي؟ مالك ومال ربطة الخص دلوقتي؟ انت ترق يعني ولا ايه؟ من اولها ترقه يعني؟ ايه دي؟ دي عربية 504. 504؟ ايوه 504. هنقول لك 504 تقول لي 503. ما انا جبت عربية كر منافع، جبت عجلة منافع، جبت توك توك منافع، والناس مش مسيباني في حالي، قلت نجيب ال 504. والناس هتبقى وراها معيشة هي لما سايبك في حالك؟ لا من ناحية يودوا لها حطب. ايه الدنيا انت؟ زينة. مرة ايه الدنيا راح وين وجاي من وينه؟ انا جاي من البرسيم، بس انت هي جت بظروفها، هي انت 100 العربية دي. مالها العربية دي عايزة فين؟ انا حنت الهردة. حنتك الهردة؟ لا يا اخي. كيف حنتك الهردة وجاي من البرسيم؟ وانا تفشكلت 100 مره. انا كنت اروح مطقم ولابس البت الفقري ده تمام، وبرضه تتفشكل. ايه يعني جاي من البرسيم؟ اتعودت على كده. تعودت على الفشكيله. تعودت على الفشكيله. طب ايه الدنيا؟ اخر مره يعني هم نقصوا نبر فيها وعمل لها مشكله، عضها كلب. كلب ايه؟ كلبهم هم عضها؟ عضها كلبهم. طب عضها ليه؟ خشت عليه وحط مكياج، الكلب ما عرفهاش. الكلب ما عرفهاش؟ وراح عضها. قاعده تتمرضخ في التراب، شالت السكينتين المعجون على وشها، الكلب شافها جاتها سكته كلبيه. ده الكلب. امال انت ما عرفش هي ولا مش هي، جن ولا انسان ولا بني ادم. طب الكلب جاء سكته قلبيه، امال لما تشوفه هيجيك ايه؟ امال انا اخذ لي شهرين ما نقعدش في البيت لغايه لما نتعود. هتهج يعني؟ طب وايه المطلوب؟ المطلوب بالله العربيه يا شيخ. ايه في مالك؟ انا هتتمجلد، انت نظراتك مش عجباني انا. مالك هتمجلد؟ العربيه اللي انت شايفها 504 دي ما فيهاش عفشه. ما فيهاش عفشه؟ عايز نجدها لسه 100 ما فيهاش كراسي. افرش عصير وعليه بطانيه عشان بس الفستان غالي. ايه افرش عصير؟ هنجيب لها انطريه يعني فيها مسامير نقول لك من ورا. يا ابوي افرش لها عصير يا ابوي لحسن يدقها المسمار ولا حاجه الفستان يبوظ. يا ابوي حط عليه بطانيه. حط عليه الظروف تراب. انا الراجل ده خلاش وراي ولا قدام يا راجل. الراجل ده ما خلاش ولا قدام. حاضر ماشي، هنحط لك عصير. حط لي بالله عصير وفرش لي عقب بطانيه وهنغسلها لك وهنروقها لك وهنخليها لك 100 فل 14 زينه عليك. زينه بيتهم على الكوبري. هتطلع برا على الشارع هتسال وين بيت شحتوا شحاته العروسه الضوي كلهم ناس يجيبوا الفقر هم. لا بس كان هم ناس كلهم يجيبوا الفقر. طب انا اصلا جاي زي ما انت عارف جاي لسه ما نعرفش البيوت ثانيه. ما انا هنقول لك على الطريق برا. طب هو معروف الراي ده في البلد؟ معروف. طب يعني اول ما نسال هيدلونا على طول. طب خلاص توكل على الله. وانا جاي وراك، انا غير الناس اللي جاي وراك على طول. لو في حاجه رن عليه برضه. طب 25 جنيه حاج لتر بنزين ولا حاجه؟ طب نغسلها ولا 25 جنيه؟ تغسل ايه؟ نغسل العربيه ال 504. يا راجل زين على كده. لما حاجه نحاسبك مع اخوك هنقول لك قاحط يا راجل. قاحط خلاص. ربنا يتمم لك على خير. روح. هتاخد ميه معدنيه ولا ميه خضراء؟ ايه ميه معدنيه وميه خضراء؟ هتاخد ميه خضراء. من اولها هتتمجلد. السلام عليك يا اخوي. والله يا غالي جاتك اول زفه. ولغايه ضلك يا اخي الهرده الحنه ما يروحش يودي البيت الكوافير كده يدوها وشين معجون ولا حاجه قدام الناس الغريبه الجايه. حيودوها حياض. كل حاجه حيودوها بس بالمعقول كده. انا بنتي مش بنتي تعمل سيشن ب 5000. ده انا قريت يا اخي رحنا اخترنا فستان ب 13000 جنيه
يروح ده انا كرمته في الفستان جابوا 6000 بعد 12. ما ماله ما كويس يا حيدوه، هو الفستان خبر يمال، هو لبسه واحده حيبقى. وي خليك معي عشان العظه هتقوم. برواز صورة العروس والعروسة لازم يكون ذهبي، لو جابوا فضي هاخد بنتي، مفيش فرح. يا ابوي بس انت ما تدققش على الحاجات دي يا ابوي، ده احنا جايبين له عفش ب 200,000 جنيه. خلي العملية تمشي يا ابوي، سترة البيت بالدنيا، لكن هنقعد ندق على الكلام الفاضي ده. ابو ليه ما جوش لغايه ضلك جابوا العربية يا ابوي؟ ما هتلقاه جايين في الطريق، يا ضلك جايين. ها سامع صوت عربية جاية يا حق دوني. عربية يدي يا ابوي. مين ده؟ باين عليها كل حيودوا بيها العروسة دي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وين ابو شحته؟ انا ابو شحته يا ابوي. اهو. وانت بدك شحاته؟ وانت بدك شحاته؟ شحاته مين؟ بنتك اللي عايزه تزف. تزف فيها؟ حنزفها في ال 504 دي، في العروسه دي. ايه الهواء؟ تتعبى في شوائل دي؟ بنت تضوي تروح في العربيه دي؟ ليه مالها حق العربيه دي؟ مالها العربيه دي؟ مالها العربيه دي؟ ايه الهوايل اللي علينا وعلى ابونا؟ شفت يا عبد الناصر الهوايل؟ طب دي تروح عشان فستانها السواريه اللي جايبينهولها يتقندل عليها وعلى راس ابوها يدحك شحم. ايه ده؟ ايه ده حق؟ ايه ده؟ لا يا ابوي، انا بنتي تروح في مرسيدس كشف. يا حاج نكلمك انا، يا حاج نكلمك انا. دي كانت عروسه في ايام زمانها. كانت عروسه. كانت عروسه؟ ايوه كانت عروسه دي. ماليش دعوه. عروسه دي. هو العريس بعت العربيه دي. ايوه هو العريس بعت العربيه دي. بنتي ما تتزفش. طب بالراحه يا حاج، بالراحه العربيه بالراحه. ليه امال اكس 6 بالراحه؟ يلا توكل على الله بوشك زي الراداتير ده. يلا يا حاج. يا ابوي روح مرتك العرجه تغنيك عن سؤال اللئيم يا حاج. قول له ابو العروسه مش راضي يزف بنته في دي. يا ابوي ما توقفش حالنا يا حاج. روح يا عم روح يا ابوي توكل على الله. روح يا اخي، ده انت حاطط لها قزاز نيش يا راجل. ما انت مش مشيتني. وسع خلينا نرجع ورا. يلا ارجع وقفت ارجع. يلا غور. شفت يا عبد الناصر؟ قول له مرسيدس مكشوفه اللي بتتأجر ب 8000. يلا توكل على الله. ده انت تخلى العروسه يا راجل. توكل على الله. روح توكل على الله. ايوه يا اخوي، راكب جرأ. توكل على الله غور. يلا توكل على الله. ياكم فقر ياخدكم. عادي يا عم عبد الناصر. عادي يا عم عبد الناصر. غلطان انا؟ لا يا ابوي ما غلطان يا حق دوي. طب شوف انت منظر السواق. هي عملية مظروفه على كديها، يمكن ده واحد صاحبه حيخدمه كده. واحد صاحبه يا ابوي في التوصيلة دي وخلاص. جاي نقول له نقلة قصب. بنتي تتزف بدي عشان الناس تعيرني؟ عايز عربية مرسيدس ب 8000 جنيه ايجارها. وكشف وتتحط لها بلالين وحاجات. يا ابوينا الجوازة دي خلاص هفركش. عشان هذا الحنة ولا ما فيش حنة؟ لا يا حق ما فيش حنة. ده لك هو هيروح يقول له ولا حيجينا. انا ملكت ما شفت وشك يا عبد الناصر وعرفتك ما في موضوع اللي تم. انت سبب الجوازة دي قلت لي قرباي ومش قرباي. ايه يا اخي ده؟ لا هيجيك ضلك يا ابوي وحنتفاهم معاه يا حق دوي مش كده. يا راجل عيب. يقول تسخن العربية دي هناك يوقف في البيت هي وجاي يزودها مية. السلام عليكم. اهلا. يا اخي قابلني مره زي الناس يا اخي. مش كل ما قابلك يقول لك تحتك لعين يا ابوي. اقعد يا سمير اقعد. جاي راح ترجع لي العربيه انت. نسبتك زي الطين. يا اله. ايه ده يا ابوي ده؟ ايه ده؟ ما عجبهوش العربيه دي. ليه ما عجبهاش؟ ليه ما عجبهاش؟ لا هي ولا السواق يا راجل. ليه مال؟ ازاي يعني؟ انت تزف دي. انا عايز، مش قلت لك تجيب مرسيدس؟ ما تزفش ليه في دي مولوده في خطر؟ يا ابوي انا عايز يا اخي انا كويس ما قلتلكش عايز عربيه مساراتي. عربيه ايه؟ مساراتي. ارحم لك الميتين. وبعدين يا انا كويس قلت لك مرسيدس. لو قلت لك عارف لو حطيت العقده في المنشار هقول لك عايز عربيه مساراتي عشان بنتي كل حياتي. يا عم عبد الناصر مش خلقات يا عم عبد الناصر. طب انت جبت قصافه لبنتك؟ جبت قصافه لبنتك؟ ما العفش ده كله ب 200,000 جنيه وعايزين امك بتقول ما جابش قصافه؟ ده 200,000 على الورق اللي كاتبها انت يا ابوي. لا قصافه ولا قصفه. انا الجوازه دي خلاص كده. عايز يجيب البت مرسيدس وجايب العفشه دي على عربيه كرم. انا ده عايز يجيب مرسيدس. انا جايبه بدقيقه وشرفتكم في البلد. طب كان في الكلام ده. توكل على الله يا بابا. توكل على الله ما فيش جوازات. خد الراجل الفقري ده معاك. يا راجل ده زمان الحديث. يلا توكل على الله. على جحش يا راجل. يلا توكل على الله. بلا دحشه كانوا على جحش. بنتي يا اخوي قليله ما تعملش شيشن. يلا توكل على الله. غور فيش جوازات. يلا هنقول لك. يلا احنا لسه ما كتبنا كده يلا. توكل على الله وريني عرض كتافك. يلا غور.
يا اخي والله عايز يلا غور، يلا عايز يلا روح. سيبه خلاص سيبه.